السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا عن سارة رجيل اللي خرجت بفيديو مؤثر بزاف وخلى الناس كامل تحكي عليه. سارة حكت بصراحة عن تجربة مؤلمة عاشتها، وقالت باللي كانت تفكر في شخص وتهمل في روحها وتعيش ألم الخيانة وفقدان الأمان اللي حلمت به. سارة قالت بالحرف الواحد أنها كانت ترتب حياتها على بيت الأحلام اللي بناته مع بعض، لكن الشخص اللي كانت تثق فيه خذلها وخان وعده، وهذا خلاها تحس بالخيانة، وليس فقط من الآخر بل حتى من نفسها، لأنها ضحت بكل شيء. بصح رغم كل هذه الخيبات، سارة اليوم خرجت أقوى وقالت بصوت واثق ومليان عزيمة أنها بخير، عايشة أفضل نسخة من نفسها، صالحت مع روحها بعد صراع طويل، وفهمت الدرس أنه مرات الإنسان يمد أكثر من اللازم، ولكن لازم يعرف قيمة نفسه. ردود أفعال المتابعين كانت قوية، ما تمرش مرور الكرام. ناس قالوا برافو عليك يا سارة، ربي يعوضك بالخير، وناس تانية كتبوا صح قلتيها، اللي يخون ما يستاهل حتى دمعة. وبعض التعليقات كانت مزيج من الضحك والبكاء، لأنه كلامها لمس قلوبهم. وبهذا الفيديو سارة قدرت توصل رسالة لكل بنت عاشت خيبة: القوة الحقيقية تبدأ كي نحب رواحنا ونقف بعد الوجع بين الحزن والبسمة. أثبتت أن المرأة الجزائرية كي تطيح ترجع أقوى من قبل. وبهذا تكون سارة أنها مدت الرسالة نهائيا. خاوتي ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من أخبار المشاهير أولا بأول. دمتم في رعاية الله.